الكلام ده حقيقي ويخوف في نفس الوقت. الفكرة ان الحساب مش بس على الاعمال اللي احنا بنعملها، لكن خد الصدمة يا صديقي، ده كمان على اللي جوه قلوبنا. نقطة مهمة جدا كتير مننا ما يعرفهاش او ممكن ما يكونش واخد باله منها. فصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وتأكد انك عامل لايكك الجميل للفيديو والشير الكتير عشان غيرك يستفيد من الفيديو ده. تعالى بقى نعرف مع بعض ايه هو العنف الصامت او ما تخفيه الصدور. زي ما وصفت لك كده في بداية الفيديو يا صديقي، العنف الصامت ده هو كل أذى للنفس اللي ممكن تكون أنت بتخفيه، بمعنى إنك بتمارسه على غيرك من غير ما يكون واضح للناس. توضيح أكتر يا حبيب أخوك عشان حاسك نمت مني كده. يعني أي حاجة بتسبب أذى للنفس، مش شرط تكون خناقة أو ضرب، ممكن تكون كلمة واحدة بتسبب بيها إحراج لغيرك أو إهمال متعمد لشخص ما. حاجة تانية زي الحقد والغل والغيرة، دي طبعا مشاعر أنت عارفها وتخلينا نبص للناس بنظرة مش كويسة. حاجة تالتة الشغل من تحت لتحت، وطبعا دي برضو انت عارفها يا صديقي، انك تعمل حاجة بنية سيئة او تخطط انك تأذي حد في العموم. حاجة رابعة والأسوأ هي سوء الظن، انك تحكم على الناس من غير ما تعرف نيتهم عاملة ازاي، او دايما بتشوف الجانب السيء من الناس دي وبس. اخر حاجة وهي الخيانة، كون انت ظاهر للناس انك شخص كويس جدا بتحب الخير للناس، اول لما تيجي الفرصة تظهر الباطن الوحش بتاعك، تعتبر دي خيانة. فدي بقى المفاجأة، ربنا عز وجل هيحاسبنا على نوايانا ومشاعرنا اللي محدش يقدر يعرفها غيره. ده بيورينا ان قد ايه ان الموضوع مش هين. عشان كده الحل والنجاة دايما بتلاقيهم في القلب السليم، زي ما الآية بتقول: يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم بيكون نضيف من أي حاجة احنا اتكلمنا عليها في الفيديو ده، زي الخيانة والغل، سوء الظن. القلب السليم بيكون بيحب الخير للناس زي ما بيحبه لنفسه. خلاصة الكلام، لازم تشتغل على قلبك وتنضفه من جوه زي ما بتشتغل على أعمالك وشكلك إن الناس بتشوفه. فاللهم ارزقني وإياك يا صديقي القلب السليم والنية الصادقة، اللهم آمين. وبس كده يا صديقي، سلام.